شغل السيراميك باليومية ولا بالمتر؟ أرجو الرد يا أبو عمو. بص يا صاحبي، يعني هو أولا مفيش متر عندنا إحنا، المقاسات كلها في أمريكا تختلف. في حاجة إيه اسمها سكوير فيت، تمام؟ لأن المتر ده طبعا عندكم في الدول العربية، والكيلو اسمه هنا باوند، يعني في اختلافات كتير لما تيجي تعرفها إن شاء الله. أما من ناحية السعر، طبعا ده على حسب الزبون وعلى حسب المكان وعلى حسب الولاية. طبعا ده موضوع كبير، لأن كل ولاية لها أسعار وكل مدينة لها سعر، والبلاط الكبير ليه سعر والبلاط الصغير ليه سعر، فتختلف يعني. اما من ناحيه اليوميه، طبعا يوميه الصنايعيه مع تختلف من صنايعي للتاني، بس مع تبدا من $250 يوميه الصنايعي، في ب 300 برضه، على حسب الصنايعي وعلى حسب خبرته وسرعته واداؤه النظيف. بس الصنايعي النظيف ما ياخد $300 ده يومي، وفي طبعا 250 وفي ب 200 على حسب. اما من ناحيه الاسعار البلاط، يعني السكوير فوت ده طبعا يختلف من مدينه لولايه كده يعني، وعلى حسب حجم البلاطه وعلى حسب المساحه الموجوده قدامك. بس انت لو جيت هنا ان شاء الله ووصلت مثلا على تكساس ولا حاجه او اي مدينه تاني وتواصلت معي على الخاص، انا ما عنديش اي مشكله، مستعد اديك الاسعار. لنا حبايبنا في كل الولايات ان شاء الله، ممكن اتواصل معاهم وابلغك الاسعار الموجوده، عشان لما تشتغل تشتغل على نور ومحدش يستغلك. وبالتوفيق يا صاحبي.